البيوت لها ذاكرة زي البني آدم، تقدر تشيل ذكرى الأحداث اللي حصلت فيها لو كانت حزينة وترجع تحكيها للناس بعد سنين. وقصة شبح أوكلاند أكبر دليل على الحكاية دي. القصة دي حصلت سنة 1874. مدينة أوكلاند التابعة لولاية كاليفورنيا الأمريكية، حصلت في قصر كبير بيملكه واحد اسمه توماس براون كلارك، وده كان موظف في الخزانة الأمريكية. وكان توماس اللي بيملك القصر يستغله وبيأجر الغرف بتاعته لأي حد من الغرباء اللي نازلين المدينة. هنرجع بالأحداث ل 150 سنة لورا، وبالتحديد يوم 24/4 سنة 1874. كان توماس نايم وهو والنزلاء، وفي نص الليل جرس الباب بتاع القصر ابتدى يرن بطريقة مجنونة جدا وخبطات بصوت عالي جدا، لدرجة ان هو صحي واتنين من النزلاء اللي كانوا في القصر وبسرعة قاموا مفزوعين، اخدوا مسدساتهم لان هم كانوا فاكرين ان في هجوم جاي على القصر، ونزلوا على السلم. واول لما نزلوا وصلوا لاول درجة فجأة الصوت وقف وسمعوا حاجة من ناحية الصالون، فجريوا عليه ولقوا كرسي جاي ناحيتهم بسرعة جدا وكأنه بيمنعهم من الدخول، ولكن تراجع. خلوا لقوا الكراسي كلها بتتحرك اتنين اتنين لكنهم بيرقصوا وعلى صوت بيانو بطريقة مزعجة جدا، ما كانوش قادرين يسمعوا الصوت من كتر ما هو قوي. وفضلت الكراسي تلف بطريقة مجنونة لدرجة ان هم ما كانوش فاهمين ايه اللي بيحصل، وفجأة كل حاجة وقفت ولا كأن حاجة حصلت. رجعوا وحاولوا يناموا طول الليل، ما عرفوش، ولكن تاني يوم الصبح ابتدوا يحكوا لكل اللي في القرية ايه اللي حصل له. كل الجيران لما سمعوا ده ما كانوش مصدقين اللي بيحصل، فقرروا ان هم ييجوا معاهم علشان يشوفوا هل الكلام ده حقيقي ولا لا. وفجأة سمعوا نفس جرس الباب بيضرب الساعة 12 بالليل، قوة نفس أول يوم. وفجأة لقوا كل حاجة بتتحرك من حواليهم، الكراسي وكل حاجة بتلف أكنها دوامة فيها كل عفش البيت بيتحرك. وأغرب حاجة شافوها إن الكنبة اتحركت من آخر المكان لأول مكان وبسرعة قوية جدا، لدرجة إن هم ما كانوش فاهمين إيه اللي بيحصل. وفجأة سمعوا حاجة في الأوضة اللي جنبهم، وبسرعة راحوا للأوضة اللي جنبهم لقوا سلة فيها شوك ومعالق بتطلع وتتنطور في كل حتة، لدرجة إن هم اترعبوا وجريوا بسرعة. وهم بيجروا لقوا في صندوق بتاع ملابس نازل من فوق ورايح عليهم كأنه هيخبط، وقبل ما يخبطهم لقوا باب القصر خلع من كل مفصلاته واترمى ناحيته، وفجأة كل حاجة وقفت كأن مفيش حاجة حصلت. بعد الليلة دي الأخبار انتشرت في كل مكان، والأخبار خرجت بره أوكلاند، وبدأ القصر ده يبقى أشهر مكان مسكون في أمريكا كلها. بدأت الناس تزورهم من كل حتة، لغاية ليلة كان وصلت أعداد الناس اللي واقفة مستنية بره البيت 500 واحد، واقفين في نص الليل مستنيين يشوفوا إيه اللي هيحصل. وفجأة سمعوا صرخة شديدة من جوه القصر وحاجات كتيرة بتتكسر، لكن اللي كان بيحصل جوه ايه؟ هو الكارثة الحقيقية، الرعب الحقيقي. في الحقيقة إن الناس اللي كانت سهرانة جوه القصر في اليوم ده بدأت الأحداث تحصل زي كل يوم: صوت الجرس، صوت خبط على الباب، صوت العفش بيتحرك، وصوت خشب بيتكسر. لكن فجأة في وسط ده كله ظهر نور أبيض شديد جدا، على حد ما هم وصفوه إنه بلع المكان بالكامل. بعض الشهود قالوا إن هم ما كانوش قادرين يشوفوا حتى الغرف ولا محتويات القصر حواليهم. بدأ النور يقل، ومن وسط النور ده ظهرت واحدة شكلها غريب جدا، كأنها متشردة، ميلت راسها لورا لغاية لما رقبتها اتكسرت، وبعدها صرخت صرخة شديدة جدا وصفوها كأنها ألم مع غضب، وتوماس قال إنها صرخة من الجحيم. بعد الصرخة دي كلهم كانوا قاعدين مرعوبين ومش عارفين يتحركوا من الصدمة والذهول. وفجأة بدأ النور يقل واختفت الست. لكن ده ما كانش نهاية الأحداث. اتشكلت بعد كده لجان كتيرة علشان تحقق في اللي حصل في قصر أوكلاند. اللجان اتشكلت وحققت وسمعت شهود وخرجت بتقرير من 300 صفحة، لكن ما كانش فيه في النهاية تفسير. هم رجحوا إن الأحداث اللي حصلت في قصر أوكلاند نتيجة ذكرى شايلها البيت لجريمة مؤلمة حصلت، لكن محدش يعرف بالظبط إيه هي تفاصيل الجريمة دي. بعد 3 سنين كتب توماس كلارك
كتاب سماه شبح أوكلاند، حكى فيه كل التفاصيل اللي اتكلمنا فيها، وأكد فيه إن اللي حصل هي حادثة أشباح حقيقية كانت موجودة في البيت. بعد 6 سنين مات توماس كلارك، واختفت ورثته وكل شخص له علاقة بعيلة توماس براون الكلارك. لكن بعد 100 سنة، سنة 1974، رجع تاني واحد صحفي يفتح القضية ويحقق فيها علشان يكتشف إن كل الناس اللي ساكنة في محيط القصر بتشتكي من نفس الشكوى اللي اتكلم عنها توماس كلارك من 100 سنة. في التسعينات ظهر محقق صحفي تاني اتكلم عن الموضوع، وما زال لحد النهاردة كل الناس في محيط القصر بيشتكوا من نفس الأحداث. استنونا في قصص جديدة وأحداث غريبة ما سمعتوهاش قبل كده.